اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا اكله صيفيه سهله جدا وبسيطه وخفيفه جدا وما تاخدش منك وقت كتير في المطبخ. عملنا النهارده رز بسمتي وفراخ مشويه. تعالي بقى اما نشوف احنا عملنا الجمال والعظمه دي ازاي، احلى من المحلات واحلى من المطاعم ازاي. تعالوا بقى نعمل النهارده غدا سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه خالص، وحاجه كده روقان في الصيف. انا هنا حطيت في الكبه بصلايه، طماطمايه، قرنين من الفلفل بس يعني وسط، واربع من 5 فصوص من الثوم، وعندي زعتر لا روزماري فريش. حطيت منه كام يعني عود كده، مسكته قطفته كده وغسلته وحطيته. ماشي. وهنحط كمان معلقه كبيره من الخل اهو، وهنحط ملح، هنحط كمان يا حبايبي ملح اهوت. ماشي. وهنفرم بقى كل المقادير الحلوه الجميله دي في الكبه. عندي هنا الخلطه بتاعتي انا عملتها اهو. عندي بقى هنا بقى الفراخ هنحطها اهوت، مغسوله ومنقوعه وزي الفل. بصوا على سنجة 10 اهيت اهوت. هنعمل بقى دلوقتي؟ همسك اللهم صل على النبي الفراخ دي انغزها همسك الفراخ دي كده انغزها بسكينه رفيعه. عندي السكينه اهي اهوت اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، سهله خالص. هنعمل فراخ مشويه بس في الصينيه على عين البوتاجاز من فوق عشان نحطها في الفرن. ولما تيجي عايزينها بقى تاخد اللون الحلو الجميل نحطها فين؟ تحت الشوايه او حطيها في الفرن، او انا هنحطها في الفرن النهارده. وهنحتاج البوتاجاز هنعمل عليه بقيه الاكل. اكله مش هتاخد معاكي نص ساعه اهو. قلبي بقى كده كله كده في قلب بعض اهو، وهرصها كده اهو جنب بعضها كده، وهنحطها فين؟ في الفرن. يلا بينا بقى نعمل مع بعض هنعمل مع بعض شويه كده رز كده حلوين. ماشي. هنعمل رز بسمتي النهارده بطريقه سهله جدا. كده عندنا كده حله على النار، هنولع كده عليها النار اهو. ماشي. طبعا الرز انا غسلاه ومظبطه كل حاجه جنبي. ماشي. ولسه ما حطيتيش بقى اللايك، حطي اللايك والاشتراك وتفاعلوا يا حبايبي مع القناه، وتتفرجوا على المحتوى بتاع القناه وقيموه يا ريت، يعني يا ريت تقيموا محتوى القناه. هنحط كده حته سمنه اهوت على حبه زيت صغيرين اهو. ماشي. وهنسيب كده كل ده يسيب كده مع بعض اهو. ماشي يا قلبي. اكله سهله وبسيطه واكله صيفيه ما تاخدش معاك اي حاجه خالص 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 خالص. بس 10 دقايق في المطبخ هتكوني عاملاها وخارجه وعامله اكل المطاعم للولاد في البيت، وحاجه كده تاخد من الاخر. خلاص كده عندي السمنه كده ساحت وبقت حلوه وزي الفل. هنزل عليها ببصلايه مبشوره اهو، بصلايه واحده وسط كده مبشوره. انا عاملاها كمان اقل من الوسط كمان، من الكميه بتاعه الرز اللي انا هعملها النهارده مش كبيره، فعشان كده عملت بصلايه اقل من الوسط. وهنقلب تقليبه كده حلوه. الفراخ بتاعتنا في الفرن بتتشوي سهل، اسهل مما يمكن بقى، ولا دخنه ولا غيره، اسهل مما يمكن. لو عندك بقى ضيوف يا سلام اعملها له، هيتجننوا على طعمها وريحتها. ماشي. معايا هنا بقى حاجتي كلها جنبي، اللي هي التوابل اللي هنحطها كلها هنا بقى جنبي جاهزاها اهو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هتقعدي بقى تقلبي كده فيها كده اهو. هننزل بورقتين من اللورة
ورقتين كده حلوين كده من اللورق اهو، وهنقلب اهو. ماشي. معايا هنا قرفة خشب هنحطها ونقلب. شفتي كل ده مرة واحدة اهو. معايا هنا بهارات فراخ، عندك بهارات الرز البسمتي يا سلام حطيها، بس انا للاسف مش عندي اهوت. الريحه بقى مش قادره اقول لكم تحفه. عندي بقى هنا بقى قرنفل اهو، اللي هو المسمار اهوت، اللي هو المسمار. هنحط كده ايه يعني 3 4 كده، حطيت انا 5 حبات حطيتهم، وهنقلب. عندي مكعب من المرقه، مكعب من المرقه اهو هيتحط، عشان انا قلتلك اكله مش هتاخد معاكي اي وقت خالص اهو. هنشوح بقى كل الحاجات دي كده مع البصل اهو. تفتتيها بقى كده مع ايه، مع البصلايه كده وتشوحي. تحفه تحفه تحفه. هنزل بقى كده بقى بالرز بتاعي المغسول اللي زي الفل اهو. طبعا احنا عارفين الرز البسمتي بياخد ميه اكتر من الرز المصري اهو. هنقلب. يا سلام، مش احسن من كده ولا احلى من كده اهو. تحفه 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 تحفه. هفضل اقلب فيه كده شويه لحد ما ايه الرز يسخن مع المكونات اللي احنا حاطينها. انا بالامانه زودت حبه رز مع الرز اللي احنا ايه، اللي احنا كنا غاسلينه. انا زودت حبه كمان صغيره. ماشي كده خلاص خلصنا الاكل بتاعنا. كل اللي انا هعمله ان انا هسخن الرز هسخنه كده شويه اهو، عشان يطلع معايا مفلفل وتحفه وحلو اهو. نفضل نقلب فيه كده دقيقه كده بس اهو، او اقل من دقيقه كمان. خلاص كده خلصنا. هنزود كوبايه الرز المصري عليها كوبايه، انما البسمتي كوبايتين. 2 3 4. وساعات نحط ال5 دي عشان خاطر يبقى كل كوبايه رز بسمتي عليها من كوبايه، من اللهم صل على النبي، من 2.5 كوباية ل3 كوبايات من الميه اهو. وهنسيبه بقى كده لما يغلي مع نفسه. هتحس ان هو ايه الميه كده كتير، لا هو مش كتير، هو ده المقدار الميه بتاعه المظبوط. ماشي. هنحط بقى ايه ملح بس. هندوق الاول اللهم صل على النبي الشوربه بتاعت الميه زي بتاعت الرز اهي. لا عايزه ملح، هنحط لها ملح، وممكن نحط لها مكعب من المرقه كمان عشان يبقى الطعم يبقى حلو. ممكن نحط كمان مكعب كمان من المرقه، بس لو احتاجناه ما احتاجناهوش والملح اللي احنا حطيناه طلع مظبوط خلاص. نقلب بقى كده اهو. شوف بقى كده ممتاز، مش محتاجين اي حاجه خالص اهو. اكلنا خلص. هنعمل شويه سلطه بلدي عشان احنا بنحبها جنب الاكل ده، ويبقى كده اكلنا خلص. ولما يستوي ان شاء الله هنقدمه مع بعض. ودي كانت حلقتي معاكم النهارده يا حبايبي. الرز البسمتي عملناه تحفه 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 ومفلفل بقى، مش قادره اقول لكم. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بصوا خطير خطير. وعملنا كمان الفراخ المشويه. بصوا حلاوتها معموله في الفرن. حابه بقى تولعي في حمايه وتطفيها بمعلقه من الزيت او حته من السمنه، وتقفلي باب البوتاجاز عليها، تبقى كانك عاملاها على الفحم على طول، كانك عاملاها على الفحم بالظبط بالظبط بالظبط. عملنا كمان جنبها
سلطه بلدي تحفه وجميله. وده كان غدانا النهارده. لو عجبتك الحلقه بتاعتنا النهارده، الحلقه البسيطه السهله، ما تنسينيش لايك وشير واشتراك في القناه. وشكرا لكم جدا على المتابعه. باي باي.